حبيبه قلبي ونور عيني، خدي بقى الكوبايه دي هتعمل لك طاقه تخليكي كده ايه جامده كده وقويه. طب ما عملتيش لي نهله ليه؟ نهله ما بحبهاش. نهله عايزه تفضل نايمه يا كده انتي، ربنا يبارك لك. ربنا يديك الصحه ويخليكي ليا يا رب. ربنا يخليكي ليه. احمد جه السلام اهو. عليكم. ايه يا حماده؟ عامله ايه ياما؟ انا كويسه يا نور عيني. اقعد يا حبيبي. عامله ايه يا اشربي يا سعاد؟ حبيبتي، الحمد لله. اشربي. خد اشرب شويه. لا ده بتاعك انت، اشربي. لا انا جعان اهو شفتي اهو. هطلع احضره. ما انا بديها حاجه تقوي العظم كده والجو تخليها كده فريش كده معاك. انا عمري ما شفت حما بتحب مرات ابنها زي امي كده. الله اكبر بقى، ما تحسداش. لا الله اكبر الله اكبر الله اكبر. هطلع احضر الاكل انا. طب يلا. اشربي. ما انا هشربها وانا اه، طالعه. وديها معاكي طيب. وانزل لك، ماشي يا حبيبي. عشان جاي واقع من الجوع. هشربها يا السلامة. نهله. يلا بقى يا سوسو عشان انا جعان. هخش احضر الاكل على طول. ماشي. انا مش عارفه امك يا احمد كل ما باجي انزل بتعمل لي كوبايه الاعشاب دي ليه، مع ان ولا هي ولا اختك بيشربوا منها. الناس بتوع زمان دولت خبره في الحياه، وبعدين هي كانت قايله لي ان الاعشاب دي عشان الحمل، وانت عارفه بقى اللزوم الحاجات اللي انت عارفاها. ما كل ما تدالي تقول لي خديها اصلها مكويه ليكي، اصل مش عارفه ايه. والاعشاب دي اكيد ليها حاجه مخصوص كده للحمل، وبعدين الناس بتوع زمان دولت خبره وفاهمين في الحاجات دي اكتر مننا. ربنا يبارك لها. زمان كانوا بيتعالجوا بالاعشاب مش زي اليومين دولت بالدكاتره والكلام ده. ربنا يديها الصحه ويبارك في يا عمرها. رب. يلا اغير هدومي بقى عمال حضرنا العشاء. ماشي على طول. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه اللي اخرك كده يا نهله؟ المشوار بعيد وانت عارفه. بعيد ايه يا شيخه؟ ده انت اخرتي قوي. خد يا ستي. عملتي ايه؟ العشبه. ما قلت ما لقيتيش منها ولا ايه بالظبط؟ في وانت ايه؟ هتفضلي تديها منها لحد امتى يا ماما؟ لغايه ما اخوك يزهق منها. ايه عباتي العشاء؟ حطيتها لك في البرطمان في العلبه زي ما انت بتحطيه بالظبط. ماشي. ما تيجي بقى من بره اعمليها الاعشاب دي وخليها تشربها. وانا مالي يا اختي انت اللي بتعمليها. هي لما هتشوف مني حنيه فجاه كده مش هتشربها. بس انا خايفه يا بنتي الدكتور يطلب منها تحليل ولا حاجه. لا يا ماما، العطار قال لي ان الاعشاب دي بتعمل خمول في المبايض والرحم، تمام، بس ما بتبانش لا في تحليل بول ولا دم. متاكده من الكلام لا ده؟ قال لي كده. احسن هتنيني ورا واديها الاعشاب دي لغايه لما تغور في 60 داهيه تاخدها. هفضل اديها في الاعشاب ده لغايه لما تزهق وتمشي، وبعد كده اجوز ابني بقى اللي انا عايزاها. شكلنا احنا اللي هنزهق مش هي. يا نهاركم اسود. المهم اول ما تيجي اوعي تنسي عشان ما ينفعش تفوت يوم. لا هديهولها اول ما تخش على طول. ايه يا حماتي؟ ايه يا سعاد عملتي ايه يا بنتي عند الدكتور؟ والله الدكتور قال لي مفيش حاجه تمنع الحمل. ايه اللي مأخر الحمل لحد دلوقتي؟ انا معرفش. ان شاء الله ربنا هيكرم. ان شاء الله يا نهله، وعن قريب باذن الله برضه. هو كل شيء نصيب يا بنتي، لسه ربنا ما قرطش. نصيبي حلو ان شاء الله. ما اعملك بقى كوبايه الاعشاب اللي بعملها لك دي هتخليكي بصي قويه كده ونشيطه. لا لا لا، انا هطلع بس فوق ثواني وانزل واشرب الاعشاب اللي انت اشربي هتعمليها. اوعي كده اطلعي يا سعاد. ما انا هنزل على طول. ماشي. ما تعملهاش الا لما انزل. عايزه حاجه؟ سلام. ما بقبلهاش. هي بتجيب ايه من فوق؟ ما اعرفش، كنت لسه اقول لك هو ده كله قاعده فوق. مش عارفه والله. اهدت. ايه يا حماتي؟ ايه يا سعاد اللي اخرك ده كله؟ مفيش، كنت بكلم امي في التليفون وكده فمعلش بقى. طب قوم اعملك بقى كوبايه الاعشاب اللي هتظبط. ايه؟ هخش اغسل ايدي، مغسلتهاش وانا فوق. طب اعملها لك ما انا هغسل ايدي على طول وبعد كده قومي اعملها لي عادي. ماشي. مالها دي مش على بعضها ليه؟ انا ما اعرفش في ايه. بقول لك ايه، انا زهقت منها. انا هزود الاعشاب المره دي خالص واخليها عشان بقى ايه الرحم عندها ينفجر وتغور في 60 دقيقه وتمشي. ايوه هي دي الاعشاب اللي هي بتحط لي منها. هدلقها واحط الاعشاب بقى اللي انا جايباها التانية. والله احسن يا ماما. ايه يا حماتي؟ ايه يا سعاد؟ قوم اعملك بقى الاعشاب. اعملي لي الاعشاب، بصراحه طعمها بيبقى تحفه. بجد؟ انا ما بعملش حاجه وحشه وانت عارفه. بتعملي ايه الاعشاب دي بالظبط؟ بتخلي الدم يجري كده في جسمك كده ويبقى عندك نشاط كده وحيويه. لا دي تعملي لي منها بقى. ما انا هعمل عشان لك اهو. تديني شويه نشاط وطاقه كده واطلع اهد الشقه فوق عشان عايزه اروقها.
هتمسحي النهارده؟ همسح طب ونضف. خدي اي حاجه اغسلها معاكي، انت عارفه. عيني لم السجاجيد الشقه كلها وادهاني وماله. لا سجاجيد البت يا نهله اللي بتعملها لا لي. اعملها لي، كان انا ونهله واحد، صح ولا ايه يا نهله؟ طبعا يا حبيبتي. طب الم لك فرش الانتريه بالمره تغسلي. وماله لمي ان شاء الله تلمي لي كل اللي شيء معفش عادي. البيت طلعيه، قومي اعملي لي اعشاب يا ما ماما. هتديني بقى اعشاب فيها طاقه. امال انا عايزه ايه؟ يبقى عندي طاقه كده. منوره يا حبيبتي. بحبها حماتي دي قوي، وهي بتموت فيك وانا بموت فيك انت حبيبتي. ماما ايه يا هي نهله؟ فين مرات ابنك مختفيه من الصبح؟ انا ما اعرفش، ما نزلتش وما اعرفش عنها حاجه. مش عارفه بس اتاخرت قوي. بقى شويه وتيجي. هتروح فين يعني؟ نسيتها بمبا يا اختي. ايه ده؟ السلام عليكم. عليك السلام. بجد كانت مع احمد؟ مش عارفه. عامله ايه ياما؟ انا كويسه الحمد لله. عامله ايه نهله؟ الحمد لله يا اخويا. ايه ما جايه مبسوطين؟ كنتوا فين كده؟ كنا عند الدكتور يا حماتي. ليه انت عيانه؟ تعبانه قوي يا نهله. افرحها انا بقى يا سعاد. فرحها ايه؟ هتبقي جده ياما وانت هتبقي عمته. ازاي؟ قصدي سعاد حامل ياما. مبروك. ايه انت متاكد؟ ايوه ياما، احنا لسه جايين من عند الدكتور. مش فاهمة وبصي ولا ايه يا حماتي؟ دكتور ايه؟ بص ياما، بص حفيدك ياما في الاشاعه اهي. اهو يا نهله، شايفاه ولا لا؟ مبروك. الله يبارك فيكي يا ازاي؟ نهله، عقبال ما افرح بيكي كده يا رب وانت على الكوشه. ان شاء الله قريب. هنكبرك ياما بقى وهتبقي جده. ان شاء الله ربنا يتملها على خير. يا رب يا حماتي. يا رب. الاعشاب بتاعتك شكلها جابت نتيجه. عشان شفت مش قلت لك ام دي بركه؟ ايوه الناس ازاي؟ بتوع زمان دول بركه. صح. انت اخرتيني بقى عن الشغل، اخد بعضي بقى واروح شغلي عشان انا اتاخرت قوي. خلاص ماشي يا حبيبي، ماشي. ربنا معاك. يلا، وانت هتبقى عمته؟ ان شاء الله. عملت الحربوقه. شويه. يلا سلام مع عليكم. السلامه يا احمد. سلام مع يا السلامه. هو راجل لخبط الاعشاب ولا عمل ايه؟ مش عارفه يا ماما. مالك يا حماتي، في حاجه؟ مبروك يا حبيبتي. بس مش حاساكي ان انت مبسوطه. لا مبسوطه. مش مبسوطه ازاي؟ احلفي كده انك بس مبسوطة. ازاي يعني حصل حمل يعني ازاي؟ من عند ربنا، انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد. ربنا ليه حكمه ان انا ابقى حامل عشان اجيب لك بقى الحفيد. وسمعتك انت ونهله بتتفقوا عليا ليه؟ انا مش عارفه. اتفقنا عليكي في ايه؟ الاعشاب اللي انت جايباها من عند العطار عشان تدهاني وتعمل لي كسل وما احملش. طب ليه يا حماتي؟ اذيتك في ايه انت ولا نهله؟ هتلاقي فهمت غلط يا سعاد. صح، انا فهمت غلط عشان كده صححت الغلط. ده انت طلعتي قرشانه بقى. شفتي؟ عقربه بتقرص من تحت. وانتوا بتقرصوا منين؟ ما انا هقول لك بقى. فانا لما سمعتكم قلت مش هقول لاحمد خالص، رحت بدلت الاعشاب، حطيت اعشاب تانية بدل الاعشاب بتاعتكم. اتنصحتي امتى يا سعاد؟ اتعلمت منكم. ده والله الشيطان بيسقف لكم وعايز يتعلم منكم. طب سقفي يا سعاد. اسقف بس لما ما يجي انت البيبي. شيطان. صح. انا طالعه يا حماتي اصلي تعبانه، واحمد قال لي ما تشيليش تقيل ولا تعملي اي مجهود. صح، انت ما اديتنيش السجاجيد، يبقى خلي المحروسه تغسلها. يا عالم هيكمل ولا؟ سقفي يا شيطان سقفي. مش بصي في الاخر سعاد تغلبني انا ونهله. ازاي؟ ده ما طلعتش سهله، ده طلعت ميه من تحت تبن. ماشي يا سعاد. حماتي صح، انا نسيت اقول لك حاجه. انا ما قلتش لاحمد، بس اقسمت بالله لو حصل لي اي حاجه مش بعيده اقول لاحمد وابلغ عنكم كمان. فانتي ونهله بطلوا شراره شويه. انا طول عمري بقول عليكي ان انت لئيمه، طول عمري بقول عليكي ان انت ما بتنزليش من زوري. وانا هجيب اللقم منين؟ بانت على حقيقتها. جايبه منكم. منا من اصلك يا حماتي. من اصلك يا حبيبتي. وانت كنت تقولي تتجوزي واحد زي احمد ابني. يلا كانت في جره وطلعت لبره. ولسه ما نشوف مش هتجيب الواد لسه.